أول غلطة بيعلمها الآباء لما بيعلموا عيالهم عن الفلوس، والكلام ده حسب الملياردير الأمريكي وارين بافيت. لو في حد بيعرف ويفهم أهمية تعليم الأطفال المسؤولية المالية فهو وارين بافيت. قبل ما يبقى رئيس مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثواي، بدأ المستثمر الأسطوري وارين بافيت عدد من الشركات الصغيرة، بداية من سن السادسة لما اشترى 6 علب كوكاكولا ب$4 وباع كل علبة ب5 سنت. كمان كان بيبيع المجلات من الباب للباب. قال بافيت في مقابله ليه مع قناه CNBC في عام 2013: ابويا كان اكبر مصدر الهام ليا، اللي اتعلمته منه في سن مبكر هو اني اكون عندي العادات الماليه الصحيحه من بدري، وكانت المدخرات درس مهم جدا ابويا علمهولي. ولما سئل الملياردير عن اكبر غلطه بيعملها الاباء لما بيبداوا في تعليم اطفالهم الفلوس، رد وقال: في بعض الأحيان الآباء بينتظروا لحد ما عيالهم يكبروا ويوصلوا سن المراهقة عشان يبدأوا يتكلموا معاهم عن أمور تخص إدارة الأموال، في حين إنهم ممكن يبدأوا في تعليمهم كتير من الحاجات عن الفلوس وهم لسه في مرحلة ما قبل المدرسة. التعليم المالي في سن مبكر مهم جدا. لو بتسأل نفسك هل الكلام ده يقصد بمرحلة الحضانة فعلا؟ طبعا. حسب وجهة نظر بافيت، لاحظ الباحثون ان 80% من نمو دماغنا بيحصل في سن ال3 سنين. وجدت دراسة واحدة اجريت في جامعة كامبريدج ان الاطفال قادرين بالفعل على فهم المفاهيم المالية الاساسية من سن 3 سنين ل4 سنين، وبحلول سن ال7 عادة بتكون المفاهيم الأساسية المتعلقة بالسلوكيات المالية المستقبلية بتكون اتطورت. اعترف بافيت وقال: يعرف معظم الآباء بالفعل مدى أهمية تعليم أطفالهم أشياء عن المال وإزاي إدارته بشكل صحيح وإزاي يحققوا الحرية المالية، لكن في فرق شاسع بين المعرفة واتخاذ الإجراءات. وفقا لاستطلاع أجرى في عام 2018 إن 14% بس من الآباء بدأوا في تعليم أطفالهم مواضيع مالية قبل سن 5 سنين. بدأ 30% من الآباء في تعليم أطفالهم عن المال في سن 15 أو أكبر، بينما 14% لم يفعلوا ذلك على الإطلاق، يعني ما عملوش ده خالص. هقول لك بقى دلوقتي على دروس مالية علمها وارين بافيت لأطفاله، وانت كمان تقدر تعلمها لأطفالك. في سنة 2011 ساعد وارين بافيت في إطلاق مسلسل كرتون للأطفال بعنوان نادي المليونيرات السري، وقدم فيه نفسه كمرشد لمجموعة من الطلاب. في 26 حلقة في المسلسل، كل حلقة بتتناول درس مالي زي ازاي بتشتغل بطاقة الائتمان او ليه مهم تتابع مكان ما حطيت فيه فلوسك. وقال بافيت لشبكة CNBC: علمت كل أطفالي ال3 الدروس اللي اتعلمتها في نادي المليونيرات السري، وهي دروس بسيطة تقدر تستفيد منها في الشغل والحياة. وهقول لكم بقى في الفيديو ده شوية من الدروس المستفادة من المسلسل جنبا إلى جنب مع شوية نصايح من وارين بافيت عن ازاي تقدر تعلم أطفالك الفلوس. ازاي تكون مفكر مرن. الهدف من الدرس ده هو تشجيع أطفالك إن هم ما يستسلموش. بمجرد ما حاجة ما بتشتغلش من المرة الأولى، هتكون القدرة على التفكير بشكل إبداعي وخارج الصندوق مفيدة ليهم لما يواجهوا بعض التحديات المالية في المستقبل. الفكرة الأولى: زيارة متحف الفنون. خد عيالك متحف فنون وناقش معاهم الأساليب المختلفة لكل لوحة، وبعد كده شجعهم يرسموا حاجة خاصة بيهم. اسألهم عن أفكارهم عن أدوات مختلفة ممكن يستخدموها غير فرشة الرسم، زي الاسفنج أو ممسحات القطن أو صوابعهم. الفكرة التانية: تحويل الحاجات القديمة إلى كنوز. حسس عيالك بأهمية الحاجات القديمة من خلال تحديهم لابتكار استخدامات جديدة لحاجات قديمة عندكم في البيت أو كل حتة عندكم في البيت، زي مثلا أغطية الأزايز ممكن تبقى قطع مربعة، وصندوق الحبوب الفارغ ممكن برضو يتحول لحاملات مجلات. ده هيساعدهم يتعلموا التفكير النقدي وتوفير المال والمساعدة في الحفاظ على البيئة في نفس الوقت. الفكرة الثالثة: ازاي تبدأ في ادخار المال. زي ما قال بن فرانكلين: البنس اللي بيتدخر هو بنس مربح. عشان تساعد عيالك يتعلموا إدارة أموالهم، من المهم بالنسبة ليهم فهم الفرق بين الرغبات والاحتياجات. وهقول لك كمان على فكرة تعليمية مهمة جدا: ادي كل ولد من عيالك شنطتين للفلوس، واحدة للتوفير والتانية للصرف. كل ما يجي لهم فلوس زي مثلا هدية او علشان عملوا حاجة معينة، اتكلم معاهم عن ازاي هم عايزين يقسموا الفلوس بين التوفير
والصرف. خلي عيالك يعملوا لستة او يجمعوا صور من المجلات من 5 ل10 حاجات هم عايزين يشتروها بعدين. امشي معاهم على كل حاجة وقول لهم دي حاجة محتاجينها ولا بس عايزينها. زي مثلا لعبة جديدة دي انت عايزها، بس شنطة ظهر جديدة دي انت محتاجها. ازاي تفرق بين السعر والقيمة؟ كلنا كنا زمان بندفع فلوس زيادة على شوية حاجات زي الجزمة او الادوات بس عشان البراند، وكان في حاجات تانية شبههم بس ارخص. الفكرة من الدرس ده هو انك تساعد الاطفال يفهموا ازاي المعلنين او المسوقين بيخلونا نشتري خدماتهم او منتجاتهم، وكمان ازاي نقدر نحدد انهي حاجة بتستحق ان احنا ندفع عليها فلوس وانهي حاجة ما تستحقش. استخدم البحث على الانترنت عشان تظهر لاطفالك ازاي بيستخدم المعلنون اشكال مختلفة من الترويج لبضائعهم، زي الاعلانات او المقالات او التقارير او التغريدات او المرئيات. اطلب من اطفالك يختاروا حاجة هم عارفين سعرها زي مثلا كتاب او لبس، وبعدين يدوروا على نفس الحاجة في محلات تانية او ماركات تانية. خليهم يقارنوا الاسعار والجودة والضمان والخصائص. اطلب من اطفالك يحطوا قائمة باولوية الحاجات اللي هم عارضين يشتروها. خلي كل ولد يشرح لك ليه حط الحاجات دي في الترتيب ده. اسأل كام سؤال كده زي: هي دي حاجات محتاجهم ولا بس عارض تشتريهم؟ هي دي حاجات هتستخدمهم كتير ولا بس هتستخدمهم شوية صغيرين؟ هي دي حاجات هتستفاد منها ازاي؟ قول لي قائمة بالحاجات اللي انت عايزها من السوبر ماركت، وبعدين شوف النشرات والجرايد والمواقع الالكترونية مع العيال عشان تلاقي الحاجات اللي في القائمة واللي ممكن تكون في عرض. قارني الاسعار دي واعرفي انهي محل بيدي احسن عرض لحاجة معينة. اختار مجلة مع العيال واختاري اعلان عشان تحللوه. اسألهم ايه اللي بيبيعوه، ايه الرسالة اللي الاعلان بيحاول يوصلها، ايه اللي بيلفت نظرهم في الاعلان، ازاي الاعلان بيخليهم يحسوا، ازاي الاعلانات دي بتحاول تقنعهم يشتروا المنتج، ازاي تاخد قرارات صح. الدرس المهم اللي بعد كده: ازاي تاخد قرارات صح. المفتاح لاتخاذ قرارات ذكية وصح هو التفكير في ازاي الخيارات المختلفة بتأثر على النتائج المستقبلية. وارن بافيت بيقترح تنمية مهارات اتخاذ القرارات الجيدة والكلام مع اطفالك عن قراراتك وانت بتاخدها. على سبيل المثال، احنا عاوزين نشتري تلفزيون جديد بس التكييف بايظ ولازم نوفر فلوس عشان نصلحه. لو ما صلحناهوش هيبقى الجو حر جدا في البيت لما يجيلنا الصيف. لما نصلح التكييف نقدر نفكر في ان احنا نشتري التلفزيون. خلي اطفالك يتعودوا ياخدوا قرارات كويسة عن ازاي يوفروا الفلوس. ممكن في ديسك DVD عاوزين يشتروه، اسألهم هيستخدموه فعلا ولا يقدروا يأجروه الفيلم من المكتبة. عشان تضمن مستقبل ناجح لأطفالك لازم تغرس فيهم عادات مالية سليمة من صغرهم. وقال وارن بافيت في مقابلة ليه مع موقع ياهو فاينانس في سنة 2013: عمر الزمن ما كان قليل لما تبدأ تربي أطفالك على أمور الفلوس، سواء كنت بتعلمهم قيمة الدولار أو الجنيه أو الفرق بين الحاجة والرغبة أو أهمية التوفير. فكلها مفاهيم ممكن يواجهوها في سن صغير، عشان كده من الأفضل تساعدهم يفهموها.